السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من كريزي كورة. قبل ما نبدأ حلقتنا الجميلة إن شاء الله أبدا إنك تصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحلقة جديدة من كريزي كورة. في بداية الحلقة حابب أتكلم على كام نقطة، وهي أول حاجة أداء النادي الأهلي، ثاني حاجة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها النادي الأهلي، التحكيم المصري ولاعيبة النادي الأهلي وريبيرو مدرب النادي الأهلي عليه علامة استفهام كتير. أول جزئية هو النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. مباراة حكيمة، مباراة غير ممتعة بالمرة، مباراة تحس إنه اللعيبة فعلا مش حاسة إن هي بتلعب في بطولة الدوري المصري. مباراة غير ممتعة، مفيش هجمات من الفريقين، ده نازل يلعب كرة نمطية، حتى الأهداف الراجل معظم كلها يعتبر من الغلطات باستثناء الهدف بتاع ياسين مرعي. يعني ياسين مرعي حتى في أخطاء دفاعية من الفريق المنافس، والجون اللي جه في النادي الأهلي كمان في أخطاء دفاعية من الفريق المنافس. فالطبيعي إنه نستاهل إن احنا يكون عندنا دوري أقوى من كده، ويكون اللعيبة بتاعتنا عندها نضج كبير إن هي تتعلم من الغلطات دي. يعني نمسك مصطفى شوبير من اول حراسة المرمى. مصطفى شوبير من اول دقيقة في الملعب بيعمل باوز غلط لياسين مرعي، بس الهيئة والكرة كانت ممكن تتقطع وتيجي جون. مصطفى شوبير لم يختبر في المباراة غير الفرصتين اللي جوه عليه، وفي الاخر للاسف جم جون. بداية مصطفى ما تتأثرش، يشتغل، انت حارس موهوب وحارس كبير جدا وحارس منتخب مصر الاساسي في الفترات القادمة بعد محمد الشناوي، فبالتوفيق ليك. هنمسك ياسر ابراهيم وياسين مرعي. ياسين مرعي بالهدف والحماس، وان هو تحس ان هو الواد عنده ادرينالين عالي جدا ان هو عاوز يكسب وعايز يعمل حاجه. ياسر ابراهيم ودفاع النادي الاهلي دايما اذا كان محمد شكري او كان محمد هاني مش عارفين يدافعوا جدا بالهدفين اللي جم النادي الاهلي. كان السبب الرئيسي الهدف الاول بالذات كان مصطفى شوبير ودفاع النادي الاهلي، والهدف الثاني كان مصطفى شوبير ولن يسأل ابدا عن الجون الثاني، لان الكرة ملعوبة بعيدة جدا عليه، فالمفروض دي تكون بتاعة الدفاع النادي الاهلي. لكن لقدر الله ما شاء فعل، والنادي الاهلي طلع من المباراة متعادل، وكان مخيب امال جماهير النادي الاهلي في لاعبته. ولكن اللي جاي اقوى، يا ريت تتعلموا ويا ريت تستفادوا، لانه انتوا بتلعبوا وبتاخدوا فلوس وبتاخدوا ملايين، واحنا كجمهور بندفع فلوس عشان خاطر نروح وراكم مدرج. فبلاش وجع قلب، وبلاش توجعوا قلبنا، لانكم لعيبه كتير كبيره جدا وتستاهلوا ان انتوا تكونوا في النادي الاهلي. والنادي الاهلي لو انتوا مش لعيبه كبيره ما كانش يفكر يضم اي لاعب فيكم في النادي. الجزئيه الثانيه التحكيم المصري. في كورة بتاع ياسين مرعي لما جه يشوط الكورة الواد كبس على وش رجله، دي فيها طرد رسمي. الكورة بتاع ياسين مرعي لما المهاجم او لاعب خط الوسط بتاع مودرن كبس على رجله، دي فيها طرد يعني، ولا لمس الكورة ولا لاعب. الكورة الثانية التاكلينج اللي حصل على احمد رضا، الرجل المرفوعة بالستارز دي لازم يكون فيها يعني طرد، ما فيهاش. يعني انت لازم تقعد اللاعب في البيت عشان خاطر اللاعب ياخد كارت احمر. وبالمناسبه هي نفس الكوره اللي حصلت مع وليد الكارت مع نادي بيراميدز وخد كارت مباشر. فالكيل بمكيالين في التحكيم الاولى من الدوري المصري. احنا مش عايزين الكلام ده، يا ريت كل الحكام يتعاملوا بقانون واحد ومن مبدأ واحد. احنا كجمهور النادي الاهلي دايما متعودين ان احنا على الحلوة والمرة معاك يا اهلي، مش بس شعارات ولا بس كلام. احنا بنزعل جدا وبنتضايق من التعادل، لان التعادل بالنسبة لنا زي الهزيمة، ويمكن كمان اكتر من الهزيمة، لان انت ما اديتش كرة حلوة، ما لعبتش كورتك، ما اديتش وما عملتش اللي عليك في الملعب. بداية مش عايزين نضغط او نقسو على النادي الاهلي وعلى لعيبة النادي الاهلي في اول جولة. يا ريت تتعلموا من كل الغلطات اللي انتوا وقعتوا فيها، لان انتوا حرفيا
ما عملتوش اي مصلحة واي حاجة حلوة تحتسب لكم طول المباراة، باستثناء نجم المباراة بالنسبة لي احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو هو بالنسبة لنا نجم مباراة النهاردة امام مودرن فيوتشر، مش ياسين مرعي. ياسين مرعي عمل مباراة كبيرة جدا واحرز هدف، ولكن احمد السيد زيزو صنع هدفين، ولكن كان لاعب الاخطر دايما، كان هو الاشرس على مرمى نادي فيوتشر. ومحمد ابو جبل طبعا الحارس الشهير اللي كان واقف وقت القضية ممكن مع محمد مجدي قفشه. ولكن ان شاء الله تكون الفترة اللي جاية والموسم اللي جاي يكون بداية قوية للنادي الاهلي وبداية قوية للكرة المصرية، ونشوف دوري قوي ودوري ممتع. وما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي، وما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا تفعلوا زر الجرس، وتتخيلوا مين اكتر لاعب هيكون مؤثر مع النادي الاهلي في الموسم الجديد. في اخر حلقتنا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.